أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. واليوم سهرتنا عائلية بامتياز عند أهلي. هاي السهرة رجعتني 100 سنة لورا. هلا مثل ما نكون شايفين نحن نخلنا الطحين. بتحضروا الفيديو للآخر لتعرفوا شو رح نعمل. الطحين حسب الكمية اللي انتو بدك تعملوها، لهيك ما بقدر لكم، يعني انتو حسب عائلتكم قديش بدكم تعملوا طحين. نحن حاطين هون الطحين، واهم شي الخميرة وشوية ملح مثل ما انكم شايفين. واهم شي الخميرة. نحفات القدامى يعني حاطينها بأطرميز الطحينة. إذا قالوا لنا جيبوا الخميرة وين منلاقيها، يا حذركم منلاقيها بوحدة الطحينة، نبرم عليها ساعات ما منلاقيها. هلا حطينا طحين، خميرة، شوية ملح، سكر لتتفاعل الخميرة أكيد، وملعقة لبن. هاي إضافات شخصية بتقدروا أنتوا تستغنوا عنها. وكمان حليب بودرة كمان بتقدروا تستغنوا عنه، بس للأفضل بيطلع أطيب العجينة. وعجنها بالمي لحد ما تصير هيك. وهلا العجينة ما بدكم تعملوها رخوة، يعني لازم تعملوها جديدة، غير يعني وحدة البيتزا نحن بنعملها بالفرن، نحن بنتركها شوي رخوة لحتى تضل طرية. بس هون رح نعمل عالسوبيا، لهيك لازم نجددها يا جماعة مشان ما تعذبكن بالرق. وهلا بنغطيها بكيس وبنخليها حد السوبيا لتختمر. وهلا هون حركاتنا وبركاتنا. فمنحضر الزعتر ومنقطع الزيتون ونعمل بندورة كمان مثل ما نكون شايفين هلأ بالفيديو. شكرا لكل تعليقاتكم الحلوة يلي عم تذكرونا فيها، ويلي وصل لهون ما ينسانا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وهلأ هون خلطتنا الخطيرة صارت جاهزة: زعتر، زيتون مقطع، بندورة، وجبنة موتزاريلا. وهلأ بلشنا الشغل الجدي على المزبوط. ما نكون شايفين هون العجينة اختمرت. هلأ بنقرصها كرات نوعا ما صغيرة، يعني ما بدنا الرغيف كبير كتير لأنه ما عم نعمل عصاج، ولا بدنا اياه صغير منوب. وهلأ كمان حركاتنا وابني أكيد بده يشارك بالكرة. هلا جبنا الكرة أكيد وحطيناها. هلا هون شايفين يا جماعة قديش العجينة متماسكة، يعني رقيناها بدون طحين ولا شوية طحين لأنه كتير جديدة. وهلا هون منرق الرغيف اللي نحن بدنا اياه، بنحاول قدر المستطاع يكون متساوي وعلى بعضه. شو رأيكم بفيديوهاتي؟ إن شاء الله بتكون عم تنال إعجابكم يا رب. وهلأ خلص الرغيف تبعنا. وهلأ بنعدل السوبيا. أما هون المكبوب عليه هدا مي، مش شي تاني يا جماعة، مشان بس للتوضيح. فمنعدل السوبيا تبعتنا ومنكون ماسحين السوبيا كمان من فوق لحتى دغري نلزق الرغيف. وهلأ متل ما نكون شايفين أنا عم بحط هون الزعتر. يا سلام والروائح. هيدي السهرة العائلية بتكون أجواء غير، كلها حب ودفء، وخاصة هيك بالشتوية الكل قاعد حد السوبيا والجمعة. يا سلام الواحد يشتغل هيك على رواق. وهلا بنكفي شغلنا، وأكيد اللي بده خضرة بنحطله أكيد. وإذا بدكم كمان بتضيفوا لها ذرة، خيار، بتقدروا تضيفوا لها نعناع، هاي حسب الرغبة. بس نحنا بنحبها هيك زيتون وبندورة، تطلع شي فاخر من الآخر يا جماعة. وهلا هاي أول وحدة بتروح لعند بيي، الله يطول بعمره وعمر آبائكم جميعا، ويطول بعمر أمهاتكم وأمي يا رب، وإخواتنا وإخواتكم الله يطول بعمر الجميع. هلا مثل ما انكم شايفين كمان هيدا الرغيف التاني رح نحط زعتر وجبنة. بس هون الزعتر الجبنة اختفت، راحت بقلب الزعتر يا جماعة، ما بعرف وين اختفت، مع انه حطينا يعني كمية منيحة. بس رجعنا عدنا اللقطة لتشوفوا هيك الشطة والمطة. هلا قولوا معي: سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد.
وهيك انتوا عم تشاهدوا الفيديو بيلحقني أجر وبيلحقكم أجر. جعلنا وإياكم من أصحاب الجنات النعيم. شو رأيكم بهيك منقوشة هلا؟ يا سلام، الروائح كانت واصلة إلى ما بعد قبرص، إلى ما بعد حيفا. إن شاء الله بيكون النصر لأخواتنا بغزة. ومثل ما انكم شايفين اختفت الجبنة، فلهيك رح نعيد اللقطة بمنقوشة تانية. وهلا هون رجعنا حطينا الجبنة. هلا هون أكيد بتقدروا تخلطوا أنواع جبنة مثل ما أنتوا بدكم وأنتوا بتحبوا، يعني بدكم مالح مع موتزاريلا بتحطوا اللي بدكم إياه. كمان رجعنا عدلنا السوبيا مرة تانية. وانتبهوا ما تحرقوا إيديكم يا جماعة الخير. الله يجيرنا من نار جهنم وحر. وهون كنا احترقنا ورحنا فيه. ما شاء الله، شايفين هون شي فاخر من الآخر يا جماعة. وهي منقوشتي الأخيرة أنا يلي ختمت فيها الفيديو. ما تنسونا من دعمكم ودعائكم. إن شاء الله الجميع بيكون بخير وبركة ويبعث لكم أيام حلوة وما تشوفوا شر يا رب. وهلأ أنا ختمت الفيديو بمنقوشتي الأخيرة، زعتر وخضرة وأكيد رشة الجبنة. طلع شي فاخر من الآخر يا جماعة. صح.